السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الكرواسون أو المولتو السريع بأسهل وأنجح طريقة بمكونات كلها موجودة في مطبخك. هينفع أولادك أيام المدارس واللانش بوك بدون بيض بدون حليب. انسى بقى المولتو بتاع المخابز واعمل المولتو بالطريقة اللي أنا عملتها دي. إن شاء الله هتعتمديه وتعمليه دايما لولادك. اقتصادي، مكوناته كلها موجودة عندك في مطبخك، مش هتحتاج تجيبي أي حاجة خالص من برا. شايفين اللون بتاعه؟ والله مصلى على النبي تحفة. وهقول لك كمان ازاي تسويه وازاي تطلعيه تحفة احلى من بتاع المخابز مليون مرة. بس يا ريت لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي تكمل معايا الفيديو للاخر، تدي لايك للفيديو. المقادير بتاعتنا بسيطة وسهلة. في بولة عندك او طبق كبير مجين من المية، طبعا ده المجين من المية مش كل كمية المية اللي احنا ناخدوها. عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليهم 3 معالق كبار من السكر، لو حابة تحطي معلقتين من السكر مفيش مشاكل. عليهم نص معلقة من الملح، نص مج من السمنة، عليه زيت لو عايزة تحطي زيت مقدار المادة الدهنية زيت بس ماشي، بس بصراحة السمنة بتديها طعم تاني. يبقى معانا نص مج من السمنة عليها زيت. هتحط كده الخليط وهتسيبيه حوالي دقيقتين عشان نشوف الخميرة فعالة ولا مش فعالة. بعد كده هتبدأي تقلبي الخليط بالمعلقة بتاعتك وهتبدأي تعجني العجينة بتاعتك. هتعجني فيها وكل دقيقتين هتسيبيها تريح وترجع للعجينة تاني. هتحسي ان العجينة تتعجن معاكي بسرعة خالص ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. ولازم طبعا يكون نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه يكون نوع دقيق كويس انت عارفاه وضمناه وبتستخدميه على طول. يعني يكون دقيق، يعني ممكن يكون ماركة الضحى او الاهرامات، او حتى لو دقيق السايل ده بس يكون دقيق نظيف كويس، يعني انت بتستخدميه عشان يطلع معاكي نتيجة حلوة والكرواسون بتاعك يكون هش. من نجاح المخبوزات انك انت تعجني العجينة كويس خالص. مقدار المية اللي خدته العجينة معايا 3 مجات الا ربع، وده برضو ممكن ياخد اكتر على حسب نوع الدقيق بتاعك، ممكن ياخد ال3 مجات كاملين. طبعا احنا اي نجاح مخبوزات لازم تعجنيها كويس خالص سواء بالعجان او بايدك، النتيجة مضمونة والكرواسون هيطلع معاكي طري وهش وزي العسل. لو في الشتاء هتسيبيها تتخمر معاكي ساعة، انما لو في الصيف هتتخمر نص ساعة. بعد طبعا ما العجينة بتاعتك ما تخمر، قبل ما تبدأ فيها تشكيل لازم تهبط الخمران بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هتسيبيها تتخمر طبعا في مكان دافي، وطبعا على حسب ان احنا في الشتاء او في الصيف. ولو في الشتاء برضو هتعجنيها بمية دافية، لو في الصيف هتعجنيها بمية عادية من الحنفية. وفي الشتاء هتسيبيها تتخمر خالص بحيث ان هي تملى المعون اللي انت عجناها فيه، انما في الصيف هتخمريها بسيط خالص عشان ريحة الخميرة ما تبانش فيها، واحنا عايزينها تخمر اكتر بعد ما تشكليها. بعد ما تحطي الخمران العجينة بتاعتك وتقطعيها على شكل كور بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط نفس الحجم او اقل شوية. لازم تسيبيها ترتاح حوالي من 5 دقايق ل6 دقايق قبل ما تبدأ التشكيل فيه. عجناها فيه وبدأت طبعا احط مسحة كده بسيطة من الزيت على السطح العمل اللي انا اشتغل عليه. لو انت هتشتغلي على رخامة المطبخ، هتشتغلي على طبلية، تشتغلي على اي حاجة انت هتشتغلي عليها، تعملي مسحة كده بسيطة من الزيت عشان العجينة طبعا ما تلسكش في المكان اللي انت هتشتغلي فيه. ما يستحبش طبعا انك انت تحطي دقيق وتبوظي منظر العجينة بتاعتك. كيس نظيف اي حاجة معاكي او فوطة مطبخ هتغطي معاكي العجينة، هتكوريها طبعا على 3 كور 4. طبعا هتفرديها على حسب ما انت مقطع العجينة وعلى حسب سمك العجينة. هتسيبيها حوالي 5 دقايق وهتبدأي تشيلي الكيس بتاعك من على الكور بتاعتك. انا قطعت الكيلو الدقيق على 3 كور. انت طبعا زي ما انا قلتلك لو عايزة تقطعيها اكتر من كده براحتك خالص. هتشيلي خلاص بعد ما عدى 5 دقايق هتشيلي القطعة بتاعتك، طبعا هتشتغلي على سطح العمل اللي انت هتشتغلي عليه. كنت شغالة على رخامة المطبخ ده مسحة بسيطة من الزيت وبدأت افرد العجينة بتاعتي بالفرادة او اي حاجه معاكي. هتبدا تفرد العجينه بس مش هتفرديها وعرة، احنا عايزين السمك بتاعها يكون تخين زي ما انتوا شايفين. لو معاكي مسطره وعايزه مثلا تطلع الكرواسون بتاعك مظبوط عادي تجيسيه بالمسطره. لو هتعرفي تظبطيه بايدك زي ما انا ظبطته كده ماشي، اعمليه بالقطاعه بتاعت البيتزا هيطلع معاكي متساوي. تحشيه مربى، تحشيه جبنه. طبعا وانت بتلفي الكرواسون لازم تلفيه وتشديه لبر عليكي عشان يعملك اكتر قدر من التوريجات. شايفين اسهل من كده مفيش، هتلف معاكي بسرعه. انا ساعتها في الوقت ده حشيته جبنه
وحشيته شوكولاتة، فانت اللي بتحبيه يعني وعايزة تحشيه بيه احشيه بيه. اهم حاجة كده بس العجينة بتاعتك تبقى حلوة كده وتخينة عشان تتشكل معاكي بسرعة. هتكوني مجهزة الصواني بتاعتك، وهتكوني طبعا مسحاها مسحة كده، مسحة من الزيت بسيطة، وعشان ترصي فيها الكرواسون. تلاحظي ما ترصيش الكرواسون جنب بعضيه على طول، يعني ما تلزقش في بعضيه عشان هو في الفرن ما يلصقش كده في بعضيه. حاولي تخلي مسافة بين الكرواسون والتاني عشان يطلع معاكي مظبوط. بعد ما ترصي خلاص الكرواسون وتلفيه وتظبطيه وتحطيه في الصواني، طبعا هتغطيه بكيس تاني وهتسيبيه يتخمر، يعني يتخمر على الاخر. دي المرحلة التانية من التخمير، بس المرحلة التانية احنا عايزينه يتخمر خالص بحيث ان هو يتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين. عشان يطلع معاكي هش وزي العسل لازم يتخمر خالص. وتبصي فيه كده تلاقيه مال الصواني، وبص الحجم بتاعه اتضاعف كده، خلاص بقى تمام. هتجيبي كده شوية من اللبن، حوالي ربع كوباية من اللبن، نص كوباية من اللبن على حسب ما ياخد معاكي، وبالفرشة كده وهتبدأي تديه مسحة كده من اللبن. هتطلع اللون بتاعه بتحفة أحلى من بتاع المخابز. واللبن بتاعك لازم يعني لا هو يكون بارد ولا هو يكون سخن، يكون وسط. يعني ممكن تكوني عادي غلياه بس مخليه بارد، ما يكونش سخن عشان ما يبوظش الكرواسون بتاعك. كل الكمية هتعمليها بالطريقة دي. ممكن برضو تدهنيه بصفر بيضة عليها حليب، أو حليب قهوة سريعة الذوبان. بس أهم حاجة كده تخففي إيدك وانتي بتدهنيه عشان ما تهبطيش الخمر بتاعه. هتحطيها طبعا التسوية هتدخليه على درجة حرارة عالية، لازم تكوني مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق. هتدخليه على درجة حرارة 200 أو 220 على الرف في الوسط. ولازم طبعا كل شوية تديري السجان بتاعتك عشان كل المولتو بتاعك أو الكرواسون ياخد لون واحد. وبعد كده لازم كل شوية تبص عليه من تحت، لما ياخد لون كده مصفر شوية هتشغل الشواية ياخد معاكي حوالي 5 دقايق كده ياخد اللون اللي احنا عايزينه، وهتطلعيه على طول. اللهم صل على النبي. شايفين الكرواسون هش ازاي؟ احلى 100 مرة من بتاع المخابز. نظيف وعاملاه في بيتك لاولادك. اللهم صل على النبي. وهيعمل معاكي كمية كتيرة. ده كمان ده غير الكمية اللي كلوها الاولاد بعد ما طلع على طول. ولما طلع على طول من الفرن كده وهو سخن هتديه بخة من المية وهتغطيه عشان يفضل معاكي طري ومحتفظ بالهشاشة والقوام بتاعه. عايزين تعرفوا سر اللمعة اللي على الكرواسون؟ بص المنظر بتاعه حلو ازاي. طلع على طول من الفرن عملت له شربات خفيف ودهنت وش الكرواسون بيه. شايفين؟ اللهم صل على النبي.